السلام عليكم. قصتنا النهاردة من أجرأ وأبشع الجرائم في مصر. الجريمة اللي هنسمعها النهاردة فيها تفاصيل وحاجات غريبة، أحداثها فعلا مستحيلة. احنا هنشوف العجب في القصة دي، قصة العجوز وشيماء. هيئ الجو وهات مشروبك المفضل، وإن شاء الله يكون الفيديو ممتع. وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نبتدي القصة. سنة 2016 في مصر بالتحديد في الإسماعيلية، مع أسرة مكونة من 4 أفراد، الأب والأم وولد وبنت. وفي يوم من الأيام وبالتحديد في شهر رمضان، الأسرة دي كانوا متجمعين في البيت وقاعدين بيفطروا. وفجأة وهم قاعدين بياكلوا، الأب بيمسك بطنه ويقع على الأرض ويصرخ بصوت عالي ويتألم. ولاده ومراته واقفين حواليه مش عارفين ايه اللي بيحصل، والراجل عمال يصرخ لحد ما فجأة أغمى عليه من كتر الوجع. مفيش لحظات الأم بتبص جنبها، لقيت ابنها وقع على الأرض وفضل يصرخ زيه بالظبط. معداش ثواني بدأت البنت تتوجع هي كمان،